بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو بقى تشجيعي. يلا بلاش كسل وبلاش نكسل عن الشغل اللي ورانا في البيت. النهارده ان شاء الله هبدأ معاكم تنظيف اوضه الانتريه. بس احب اقول الاول بيشوف قناتي اول مره يا ريت يشترك معايا في القناه وينورني ويفعل الجرس. دي اوضه الانتريه عندي اهو، ده مدخل باب الاوضه. انا حابه بقى انضفها واروقها معاكم. وهنا النيش طبعا انتوا شفتوه قبل كده، انا صورته لكم قبل كده. هي الحمد لله الاوضه نظيفه يعني وتمام وكل حاجه، بس انا بحب كده كل اسبوع او 10 ايام ادخل الاوضه انضفها كويس جدا وانفض الانتريه وامسح الارض والمع النيش، يعني احاول اظبط الدنيا. انا هنا شايله السجاد وحاطه الحافظه وعاينه لسجاد الشقه. حطاه هنا اهو ورا الباب، سجاد الانتريه والصاله. تمام، على كده اسهل واحسن كتير وهيسهل عليكي في التنظيف. انا هنا الحافظه كل ما مثلا يعني كل مثلا شهر بروح شايلاها واروح غسلاها، حطها في الغساله تتغسل وتمام وتبقى مية مية. هبدأ بقى ألم الحافظة واطلعها واحطها في البلكونة. وهنا طبعا فتحت شباك البلكونة يهوي الأوضة ويدخل كده هوا نضيف كده، نجدد بيه جو الشقة. هو هنا أنا عندي الأرضية بلاط، الأنتريه والصالة بلاط، إنما بقية الشقة سيراميك. الحمد لله. بس الحمد لله بنضفها على طول، والشقة عندي الحمد لله بتبقى نظيفة على طول باستمرار. تمام. هلمي بقى الحافظه واحطها في البلكونه تتهوى، لان هي لسه نظيفه، انا كنت غسلاها فهي لسه نظيفه. وهنفض البقى الانتريه، وانفض الانتريه الاول وبعد كده المع النيش، امسحه واظبطه والترابيزه والمفارش وكله. خليكم معايا هنكمل مع بعض. طبعا اول حاجه عملتها حبايبي مسكت الشيش نفضته كويس جدا والازاز والسلك كده وفتحت الاوضه علشان تتهوى. هبدا بقى دلوقتي باي فوطه اي حاجه قطن عندك، امسك الانتريه كله وانفضه. تمام كده. لما انت هتعملي تروقي يعني كل يوم اوضه، كل يوم روقي اوضه، مش شرط تستني بقى لما الشقه تكركب كلها عندك وتبقى بقى الشغل عندك كتير والشغل عليك كتير. تمام. وبشيل الشلته كده، لو في بقى اي تراب اي حاجه هنا بروح نفضها كده كده، الشقه تفضل عندك جميله وريحتها كويسه، عشان تحافظي على شقتك ما تحسيش بريحه كمكمه فيها، ريحه تراب، ريحه اي حاجه. اعملي كده، اعملي بالذات اوضه الانتريه انت ممكن تعمليها مره كل شهر، مش كل اسبوع. اهو رجعت الشلته تاني اهو، نفضت الكرسي. اعمل بقى الكنبه هنا برضو زي ما انا ما عملت، انفض كده الشلت اهو، انفض الشلت دي كلها كده وبروح شايلاها واروح منفضه تحتها. هكمل بقى كله كده وهرجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي كده خلصت خلاص، نفضت الاوضه اهو تمام جدا. برضو هلمع الخشب من اي تراب او اي حاجه عليه. وفي الاول خالص انا نسيت اقول لكم، زعفت الاوضه من فوق عشان لو في اي عنكبوت او اي تراب او اي حاجه تبقى تنزل في الارض. تمام اهو، تمسحي كل الحتت دي علشان ما يبقاش فيها تراب يتكوم عندك. تمام اهو، وامسح كله. وكمان هلمع الازاز بتاع النيش. تمام اهو، كل حاجه كده ايدك تبقى في الحاجه هتلاقي الحاجه بتنضف بسرعه معاكي، ومش هتحتاج زي ما انا دايما اقول لكم، مش هتحتاج الوصفات ولا خلطات، هيبقى التنظيف عندك سهل جدا جدا. اهو شوفوا في ثانيه اهو على طول هنخلص اوضه الانتريه وهتنضف معانا وكل حاجه. اهو اي حاجه بنجيبها كده اهو، شوفوا ما شاء الله الخشب بيلمع ورجع يلمع تاني ازاي، على اساس انا الحمد لله على طول ايدي فيه وما بستناش الحاجه تطرب قوي قوي وتتوسخ قوي قوي. اهو هجيب بقى ملمع الازاز وهلمعه
بس علشان ايه مش هصور بقى وانا بعمله، عشان خاطر ايه ما بانش في المرايه. تمام. وكده اهو بعد ما لمعت الازاز وخشب النيش، ما شاء الله اهو جميل جدا. وكنت شديت الكنب ده ومسحت تحته. هكمل بقى ايه مسح الارضيه هنا دي كده. سهل جدا، ومش هتاخد معاكي الاوضه كلها ساعه على بعض، واقل من ساعه كمان، والاوضه هترجع معاكي ريحتها جميله جدا جدا ونظيفه جدا جدا. همسحها بقى ان شاء الله ولما الارض تنشف هفرش الحافظه وكده يبقى تمام خالص، واوريكم الاوضه ان شاء الله بعد ما اخلصها. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت اوضه الانتريه وفرشتها ونفضت الحافظه وشمستها كده، بقت الاوضه ريحتها منعشه جدا جدا. وحطيت طبعا في الميه وانا بمسح. عندك فينيك تمام، مش عندك فينيك اي معطر حطيه في الميه، بيفرق قوي قوي قوي، وبيخلي الاوضه ريحتها كويسه جدا جدا. وهو ما شاء الله الاوضه جميله جدا اهو. لمعت الازاز معاكم والخشب وخلاص بقى انا كده خلاص هويت الاوضه، وكنت فتحت الشباك اتهوى وقفلت الستاره تاني. وكده تمام. اوضه الانتريه عندي تمام جدا جدا اهو. انا كان الاول اوضه الانتريه انتريه بس، وبعد كده يعني عملت تغييرات في الشقه، فدخلت النيش ما كانش موجود معاها، دخلت النيش في اوضه الانتريه، وعشان خاطر كنت عملت ايه تغييرات في الصاله يعني وكده. فدي اوضه الانتريه بتاعتي بسيطه جدا. ولما تروقي شقتك او الاوضه يعني مثلا مره في الاسبوع، تمام، كل يوم امسكي اوضه اعمليها، او كل فتره امسكي اوضه تعمليها، ما تكوميش الشغل عليكي مره واحده كده، ما تجهديش قوي، ما تبقيش مرهقه. وكمان تحافظي على شقتك على طول نظيفه. وكمان ريحة شقتك تبقى كويسة لما تهويها كده وتجددي الهوا فيها. تمسحي مثلا بالمعطر، تشيلي مثلا. انا الحمد لله شايلة السجاد، على اساس السجاد فعلا تقيل ومتعب جدا جدا، فالحافظات دي فعلا اختراع يعني جميل جدا جدا. انا شايلة السجاد خالص وحاطه الحافظة. كل شهر مثلا او كل اسبوعين 3 بروح شايلاها حطها في الغسالة تتغسل وتطلع نظيفة جدا، وبروح فرشها تاني مكانها. اسهل حاجه واسلم حاجه. الشتاء بقى لما يدخل وكده بفرش الشقه كلها سجاد علشان خاطر يدفي الشقه وكده. فانا دي طريقتي في التنظيف سهله وبسيطه جدا. فيديو تشجيعي، انا مش بعلم حد حاجه، احنا كلنا لله الحمد شاطرين وكويسين. ده فيديو تشجيعي للترويق والحركه. اتشطري وتشجعي، وقومي روقي وشوفي اللي وراكي واعمليه. اتمنى حبايبي الفيديو بتاعي يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.